أهلا بيكو. عاملين إيه؟ النهاردة جاي أحكي لكم حكايتي اللي لو قلتها لحد مش هيصدق. القصة دي عن صفاء اللي هي أنا، وعن مفاجأة القدر اللي استخبت ورا أبواب فيلا فخمة. يا ريت اللي لسه ما اشتركش في القناة يعمل اشتراك دلوقتي. اسمي صفاء، عندي 39 سنة. من وأنا صغيرة وأنا طول الوقت عايزة أكون واحدة الناس تعملها ألف حساب، مش مجرد ست عادية. لا، عايزة أبقى المرأة الحديدية في مجالها. ذاكرت وتعبت، اشتغلت ليل ونهار، طلعت السلم الوظيفي بسرعة الصاروخ لحد ما بقيت مدير التطوير في أكتر من 20 أسرة في أكتر من 20 محافظة. الكل كان بيقول صفاء دي عندها مستقبل مذهل وعقل يوزن بلد، ما ينقصهاش غير الراجل اللي يليق بيها. كنت في مرحلة استقرار مهني ومادي خرافي، لكن للأسف حياتي الشخصية كانت زي تلاجة فاضية. عمري ما عشت قصة حب حقيقية، يمكن عشان كنت طول الوقت مشغولة بأهدافي واستقلالي زي القناع القديمة. لحد أنا في يوم اتعرفت على شريف كان مقاول ضخم ومستثمر عقاري كبير معروف، وليه اسمه. كان أكبر مني بشوية حلوين في السن، بس كان باين عليه الوقار والهدوء اللي شدني. ما كانش حب من أول نظرة، لكن كانت مصلحة بتبادل الاحترام. هو كان عايز زوجة بمستواها الاجتماعي والتعليمي تمشي معاه في المؤتمرات وتزود صورته قدام الناس بهالة النجاح، وأنا كنت عايزة راجل مستقر مادياً يوفر لي الأمان ويكمل صورة المرأة الناجحة اللي في دماغي. الخطوبة تمت بسرعة البرق، والعيلتين كانوا طايرين من الفرح. الناس كلها قالت ما شاء الله، ده جواز الأحلام. بس الحقيقة ومن أول يوم دخلت فيه بيته اللي كان أشبه بقصر، حسيت إن روحي في فراغ تلجي. مفيش نظرة حب، ولا كلمة دافية، ولا حضن بيطمن، ولا حتى سؤال حقيقي عن مشاعري. كنا عايشين حياتنا زي شركاء سكن، مش أكتر. كل واحد له جدول ومواعيد وصمت قاتل بين السطور. حتى علاقتنا كزوجين كانت ميكانيكية باردة بلا روح، مجرد واجب بيتعمل وبس. كنت بصحى، ألبس، أنزل شغلي اللي بياخد مني حوالي 14 ساعة في اليوم، أرجع ألاقي كل حاجة مترتبة ومنظمة بس مش حية. الناس اللي بتبص علينا من بره كانوا شايفين العكس تماما، شايفين فيلا كبيرة، لبس ماركات، عربيات فارهة، وسفريات فخمة. يقولوا يا بخت صفاء، دي عايشة الحياة اللي كل واحدة بتحلم بيها. وأنا كنت أبص جواه قلبي ألاقيه أبيض وبارد وفاضي. اللحظة اللي كانت بتوجعني لما أشوف زوجين ماشيين في الشارع بيضحكوا من قلبهم، أو ماسكين إيد بعض وطفل صغير بيجري قدامهم. كنت بقول لنفسي إيه اللي عملوه دول عشان يستاهلوا الحب ده؟ وأنا عندي كل حاجة إلا الإحساس ده اللي بيخلي القلب يدق. كنا عايشين أنا وشريف، بس مش لوحدنا، كان معانا عماد هو الحارس بتاع الفيلا. راجل في أوائل الخمسينات، جسمه قوي، وشه بيعكس سنين طويلة من الشغل والصبر، وعينيه فيها نظرة ما تفهمهاش بسهولة، كأنه شاف الدنيا بكل تقلباتها. وساكت. عماد كان شغال مع شريف من قبل ما نتجوز بحوالي 15 سنة. ليه أوضة صغيرة جنب الجنينة، أشبه بكوخ صغير نظيف ومنظم، فيه سرير، ترابيزة صغيرة، ومطبخ بسيط بيطبخ فيه أكله. مش من النوع اللي بيتكلم كتير ولا بيتدخل، بيسمع وينفذ بهدوء من غير ما يطلب شكر، وبيروح لحاله. أنا في الأول ما كنتش بشوفه غير موظف عادي. يا عماد هات كذا، اقزل الباب، اشتري الحاجة الفلانية. شريف دايما كان يقول لي صفاء خلي بالك، عماد ده لو احتجتي حاجة بيشتغل بقلبه وعارف كل شبر في البيت، وهو اللي بيطمني على كل حاجة. كنت بهز راسي وأقول حاضر، بس جوايا ما كانش فارق معايا مين عماد ولا دقاله كام سنة بيشتغل. كان بالنسبة لي مجرد موظف بياخد مرتبه وساكت. كنا 3 عوالم جنب بعض، أنا في عالمي الخاص بين كتبي وشغلي وشياكتي، شريف في عالمه بين الاجتماعات والمشاريع والسفريات، وعماد في عالمه الحارس الصامت اللي بيدور حوالين الفيلا لكن محبوس بين أسوارها. لحد ما جه الشهر اللي قررت فيه آخد أجازة طويلة حوالي 45 يوم وأقعد في بيتي. وهنا بدأت أشوف عماد أكتر من العادي بكتير. كل يوم كنت بشوف وشه وهو بيلف
بيشيل، بينظف، بيسقي الزرع، بيصلح أي حاجة، شغال زي النحلة اللي ما بتقفش. كل ما أطلب منه حاجة بيجي فوراً وبكلمة واحدة: أمرك يا هانم. صفاء مش زي شريف اللي كل حاجة عنده لازم تتحدد بميعاد وبكلام كتير. بدأت ألاحظ إزاي عماد بينفذ طلباتي بسرعة، وإزاي ما بيشتكيش، وإزاي بيبصلي بصمت مليان احترام. بس كان في حاجة تانية، نظرة ما فهمتهاش في الوقت ده، لكن قلبي بدأ يحس بيها. كنت بحاول أقنع نفسي إنه مجرد إحساس، مجرد حارس، لكن الحقيقة إن عماد بدأ يدخل في دايرة اهتمامي. بدأ يتحول من مجرد موظف لشخص بيشد انتباهي. في يوم كنت قاعدة على مكتبي، مش بشتغل لكن بكتب شوية أوراق عن روتين حياتي الممل. سألت نفسي: يا صفاء، إيه اللي جابك هنا؟ رجعتي البيت ليه وإنتي مش سعيدة؟ قررت إن الشهر ده هيكون ليا أنا وبس، من غير شغل، من غير مواعيد، من غير تنفيذ. حتى الست اللي كانت بتساعدني في البيت قلت لها: روحي اقعدي مع أهلك شهرين 3، مفيش هنا شغل كتير وهنا هدوء. ومن هنا بدأت الحكاية بجد. فضلت قاعدة في البيت الكبير اللي صمته كان بيوجع، وأنا اللي ما كنتش متعودة إن يومي يعدي من غير تليفونات ولا اجتماعات. الملل كان بيخنقني. بدأت أخرج الجنينة، أقعد أشرب قهوتي، أبص على الشجر، أسمع صيت العصافير، وأشوف عماد من بعيد بيسقي، بينظف، بيغير لمبات الإضاءة اللي عددها يمكن 100 لمبة في البيت. شغال زي النحلة بس بهدوء، ولا كأنه مستعجل على حاجة. في مرة ندهت عليه عشان يصلحني حنفية في المطبخ كانت بتخر. جه وشمر إيده وبدأ يشتغل، وأنا واقفة تتفرج عليه. مش عارفة ليه بس عيني كانت مسمرة عليه. في حاجة فيه كانت بتشدني، طريقته، صمته، إزاي بيتعامل مع العدة، إزاي بيوطي ويقوم بهدوء. والأول مرة سألته سؤال ملوش علاقة بالشغل: يا عماد، بتنام كويس هنا؟ الجو مش بيضايقك بالليل؟ ابتسم ابتسامة خفيفة وقال: لا يا هانم، الحمد لله، في سرير وسقف، والنوم بيجي من التعب، كله بركة. الكلام ده كان بسيط، بس الرضا اللي في صوته خبط في قلبي. شريف عمري ما افتكر إنه سألني: انتي عاملة إيه؟ لكن عماد بكلمة بسيطة حسسني إن الحياة ممكن تبقى صعبة بس دافية. من اليوم ده بدأت ألاقي نفسي بنده عليه كتير، مرة عشان يغير لمبة، مرة عشان يصلح حاجة في الجنينة، ومرة عشان أسأله بس. وفي كل مرة بيجي فيها كنت بشوفه مختلف. الراجل ده مش مجرد حارس، في رجولة صامتة، دفء أنا عمري ما حسيته حتى مع جوزي. كنت برجع الصالون وأقول لنفسي: إيه اللي بيجرالي؟ ليه بفكر فيه؟ ليه بقيت مستنية اللحظة اللي أشوفه فيها؟ الإجازة اللي كنت واخداها عشان أرتاح بدأت تكشف لي مشاعر عمرها ما ظهرت. عماد بدأ يبان لي بنظرة جديدة، نظرة ست بتدور على حنان ما لقيتوش في الحلال. يوم ورا يوم بقيت بصحى بدري، أبص من الشباك أشوف عماد بدأ شغله ولا لسه. في يوم كان بينظف حوض الزرع الكبير، لابس تيشيرت أسود، مشمر إيديه، وشه فيه عرق، ومركز في شغله كأنه في عالم تاني. كنت عايزة أعدي بس رجلي رفضت تتحرك. وقفت أعمل نفسي بكلم في التليفون، بس عيني عليه لحد ما شافني وقال بابتسامة: النهار الكبير ده يا هانم صفاء منورة الصبح كده. ضحكت وقلت له: انت كمان باين عليك نشيط. ولا ضحك وقال: أنا دايما نشيط لما بشوف وش جميل زيك. كلماته كانت بسيطة بس وقعها عليا كان كبير. دفء غريب صرف صدري، حسيت قلبي دق دقة مش عادية.